خلال حفل تنصيب المدير الجهوي لتجهيز النقل واللوجستيك والماء بالعيون تحدثتم عن رؤية وطنية وإقليمية للقطاع الطرقي مستقبلا. يعني هل هناك تفكير في رؤية إقليمية واضحة للنهوض بالقطاع الطرقي بالمنطقة، خاصة وكون معبر القرقرات بحسب تعبير البعض ليس كافيا، ومع وجود تنافسية كبرى من قبل بلدان الجوار نحو القارة السمراء؟ أولا الأساس في هذا التصور الطرقي بشكل عام هو ما تفضل به جلالة الملك، يعني من توجيهات ومن تعليمات في هذا الموضوع. بطبيعة الحال نحن نشتغل، أنا ركزت على القضية ديال الطريق الوطني رقم 1 يعني التي تحدثت عنها، لكن هناك مشاريع طرقية بطبيعة الحال تربط المدن المهمة في الأقاليم الجنوبية. ودعني أقول أن هناك تفكير في بدائل أخرى، خاصة عبر مدينة السمارة، ربطا يعني للعيون السمارة وربطا لطنطا بالسمارة والسمارة بمدينة أخرى، قد تجعل بطبيعة الحال إمكانية بديل آخر لهذا الربط الطرقي. هذا الأساس ديالو مبني على أن الأقاليم الجنوبية لبلادنا هي حلقة وصل للربط ما بين المملكة المغربية شمالا وبطبيعة الحال شمال إفريقيا وما بين غرب إفريقيا. غرب إفريقيا بالنسبة للمملكة المغربية ليس فقط هو تقوية للعلاقات الاقتصادية، لكن هو توجه يرعاه جلالة الملك وتوجه سياسي اجتماعي ثقافي يربط المملكة المغربية بالدول الشقيقة. وكما قلت يعني في هذا الموضوع بالضبط الذي ينطبق عليه المثل العربي للأمر ما ترى لا ما تسمع، هو أن المغرب موجود ويشتغل وبتصور واضح مبني على تعاون، على تضامن، على تواجد، وهذا الذي يعطي للمملكة المغربية تميزها عن بعض التحركات الهجينة المنبتة التي للأسف الشديد لن تنبت شيئا في هذه الدول.